السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض البيتزا والمين بيتزا. المنين بيتزا ده اللي هو هيتعمل اللي هو الأطفال تحفة صغير خالص. أنا معايا دلوقتي كيلو طماطم شطفاه كويس ومقطعة الجزمة بتاعته وعاملاها مرابعة وشبكاه في بعضها طبعا، وبصلة عليها وقرن شطة وأربع خمس فصوص توم. تمام، وحطيتهم على بعض وهحطهم على النار، ده أول البداية عشان يتسبكوا مع بعض، يغلوا مع بعضيهم. تمام. وانا معي هنا هعمل كيلو الا ربع دقيق، ومعايا معلقتين خميرة فورية، وحطيت كوباية مية بمعدل يعني كده، بس اصلا ده حسب الدقيق، يعني انا هقول لك معدل المية معدل يعني 250 جرام، بس ده الدقيق عندك غير عندي غير عند جارتي، غير دي وده غير ده. ومعاها معلقة سكر، ومعاها 3 معالق لبن بودر. تمام. وهنا معايا ربع كوباية زيت بسمنة، حبتين زيت خالص، مفيش مش هيحصل حاجة. حطيتيه زيت وسمنة مفيش مشكلة بقى. تمام. وهقلبهم في بعض، وهحط الدقيق عليهم دلوقتي حالا على طول برضو، بس لازم اقلب الحاجات دهيتي مع بعضها الاول. ومعايا برضو نص معلقة ملح صغيرة احطها على الدقيق. تمام. وادينا اهو دورت عجينهم وهعجن يعني مش هحط المية كمية المية، هقول لكم انا احتاجت قد ايه تاني في الاخر بعد ما اخلص عجين كده، هقول لكم انا احتاجت على الميات دول، بس انا ده حسب نوع الدقيق. في دقيق انت شوف العجينة في ايدي هتبقى شكلها ايه بالظبط وتعمل زيها. انا نسيت معلقة الزعتر، فانا جبتها حطيتها دلوقتي، فركتها وحطيتها في العجينة، بتدي طعم حلو للعجين وللصلصة برضو، لما تحطها لها بيبقى طعمها جميل ومفيد في نفس الوقت. فانا دلوقتي شاطفة الرخامة كويس، وعشان اخدم العجينة تمام وحلو، فانا حطيتها على الرخامة، وهاخد محكم كده، حط شوية مية في طبق، وهاخد بالشوية واملك في العجينة تملك كده كويس عشان يعملها عرق، وتبقى العجينة فيها عرق ويعني وتبقى زي الملبن كده. شايفين اهو انا خلصتها، بس هي خدت وقت معايا في العجين، فانا ما خلتش الوقت كله يبقى في التصوير. تمام اهو عجنتها وخلاص. شايفينها ادي طريانها زي اللبانة. بص اللبانة الطرية يا جماعة، بصوا يا حبايبي، زي اللبانة بالظبط كده، طرية في نفس الوقت وما بتلزقش في الايد. انا غطيها بالستريتش واحط عليها فوطة وهسيبها تختمر مع نفسها بلا ما اجهز لها المكونات بتاعتها اللي هتتعمل بيها. انا هعمل ببواقي لحمة موجودة عندي وبواقي فراخ موجودة عندي مستوية وباقية، فانا هجددها في البيتزا، مش هعمل لحمة مفرومة جديدة ولا فراخ يعني معمولة جديد. تمام. اللحمة موجودة وطيبة وجاهزة، بس أنا فرحتها، حبيت أحييها من تاني، أديها طعم وكده. عملت لها بصلاية بشطة مع قرن شطة، وهحطها على النار كده أشوحها تشويحة، وأحط لها حبة معلقتين 3 طماطم مسبكة كده، أنا عندي في الفريزر فجبتها أهو يا حبايبي، عشان أديها بس طعم وأجددها تاني. خسارة طبعا، ده هما كانوا 4 حتات حلوين، فأنا قلت أعمل لهم بهم بيتزا وياكلوها أحسن. تمام. أدي الطماطم بعد ما اتسبكت حلوة على النار كويس، أنا كده القشرة بتتحش لروحها زي ما انتوا شايفينها، بتتملط ملط منها، والبصلة دابت كل المكونات يعني.
فأنا لازم أحوش القشر دهيتي كويس عشان خاطر وهحطهم في الخلاط يتخلطوا عشان خاطر ما تبقاش مبرولة ولا فيها أي حاجة. كده تمام. أنا هحطهم وهفرمهم وهكبهم في الحلة تاني عشان فرمتهم عشان يتسبكوا، وهحط لهم يعني معلقة دي نص معلقة فلفل ومعلقة بابريكا، نص معلقة ملح ومعلقة سكر عشان الحموضة بتاعت الطماطم، ومعلقة زعتر برضو عشان يبقى في الصلصة ويبقى طعمه حلو مع الصلصة. فركته كده وحطيت الطماطم تتسبك، وعملت اللحمة بطماطمها وكده. جيت للعجينة كده اختمرت واستوت كويس. أنا هبدأ أقطعها. أنا سبتها براحتها لما عملت كل طلبات البيتزا وجهزتها لها. اهو يا حبايبي انا هقسم كده 3 قطعات معاكم، كل قطعة قد التانية متوازنين، يعني 3 قطع كده هويتي هعملهم 3 بيتزات وهسيبها ترتاح بس دقيقتين 3 كده. وهلم التانية وهجيب الصينية وهحطها. لقيتها لسه برضو مش ما تفرد معايا، فانا قلت لا اعملها بالنشابة عشان يعني مش تعمل معايا بسرعة في الصينية، مش هتفرد معايا عشان هي لها عرق وكده. العجينة معجونة كويس مخدومة واخدة حقها وزيادة، يعني عاملة عرق حلو كده. العجين بتاعها يبقى يعني حلو ومشعب وكل حاجة. شايفينها يا حبايبي؟ بص بسم الله ما شاء الله، تمسكها في ايدك ما تلزقش معاك ولا حاجة خالص. وانا اكمل يعني اكمل فردتها في الصينية. وهعمل التانية برضو عشان الاتنين، واحدة هعملها باللحمة واحدة هعملها بالفراخ. الفراخ برضو طيبة وجاهزة وموجودة عندي وزايدة، كنت عاملاها يعني بالطماطم مطيباها كده، فجبتها قلت اقطعها حتت صغيرة، قطعتها كده كويس حتت صغيرة كده عشان مش هتتاكل تاني كده، هتتاكل هشوكها بالشوكة عشان ما تختمرش وترفع معانا زي الرغيف الشمس كده. فاحنا ندخل فيها الشوكة على طول كده. والصلصة اتخدعت لحد ما تبقى تخينة كده، هنزلها من على النار. بص يا حبايبي هدخل فيها الشوكة لحد ما كل مساحة البيتزا كلها تبقى داخلة فيها الشوكة. شايفينها تسبيكة بقت تمام وعسل، وريحتها ما اقولكمش على ريحتها. ان شاء الله لما تجربوها انتوا هتشوفوا ريحتها، البصلة مع التومة مع الشطة مع الطماطم واتفرمت. وبعدين لما نحط لها التوابل اللي حطيناها واتحطت على النار فادت يعني طعم وريحة. واللي بيحب يعني يحب الصلصة قليلة يحط قليل، حسب كل واحد ورغبته. يحب صلصتها كتيرة يحط كتير. احنا بيحبوها الأولاد الصلصة بتاعتها حلوة كتيرة عليها، ما يحبوهاش ما فيهاش صلصة. هنا الفراخ اللي قلت لكم عليها مقطعاها هي طيبة وجاهزة وكل حاجة كده. انا هحطها على البيتزا هتتاكل وتبقى زي الشهد، هتقعد كده محدش هيبص عليها تاني خلاص كده. اللي اتاكل منها واللي ما اتاكلش فضت فدانية. فانا عندي فلفل احمر واصفر، ما عنديش الاخضر مش موجود دلوقتي، فحطيت عليها فلفل. بعد ما حطيت الفراخ فرشتها بالفراخ، حطيت الفلفل وحطيت عليها بصلاية كده، وعندي شوية زيتون مقطعين برضو حطيتهم عليها من فوق. كله يعني بيطعم البيتزا وكله مفيد. يعني الزيتون ده مفيد جدا، والبصل مفيد والفلفل مفيد، وكله فيتامينات وبروتينات ولازم الحاجات دي تدخل في الأكلات عشان الأولاد ياكلوها. اللي مش هياكلها كده هياكلها فيها. وادي اللحمة زي ما انتوا شايفينها برضك فردتها في الصينية جميلة، وحطيت عليها الفلفل الألوان
والبصلة والزيتون هرشه عليها برضو رشة كده، شوية زيتون. بس انا هحط لها، عندي جبنة برضو، بس الجبنة هحطها في السوا، في اخر حاجة في السوا عشان ما تنشفش. بس بصراحة الجبنة اللي انا حطيتها دي طلعت مش كويسة. هنا انا بفرد واحدة تاني هعملها. انا عندي القطاع، بس انا جبتها عشان ما حدش يغلب لو ما عندوش قطاع يقطع. بغطى برطمان صغير، هقطع ده ده المنين بيتزا، ده منين بيتزا اللي هو الصغير، ينفع للأطفال، جميل ويحبوه، شكله صغير كده. الأطفال لما تحب الحياة اللي هي الصغننة كده، ويحطوه في اللانش بوكس للمدارس، للحضانة، يعني مش هيضر، هيبقى حلو لو الأطفال ما تاخدوا معاها تاكلوا. وحطيت نفس اللي عملته في الكبير عملتهم في الصغير بعينه، بس ان هي على صغير بس، شكلها جميل للأطفال، والأطفال ما تحبه. أنا عملت نص الصينية بالفراخ ونصها باللحمة، وعملت صينية بالفراخ وعملت صينية باللحمة، فعشان اللي يحب بالفراخ ياكلها واللي يحبها باللحمة ياكلها. والنوعين موجودين، وانا وديني حطيتها على النار، وعلى اخر نص دقيقة رميت عليها الجبنة. بس بصراحة الجبنة دي يعني طلعت وحشة خالص، مش مطمط. هي طعمها بصراحة جميل، بس مش مطمط. اهي بعد ما استوت، بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بصوا يا حبايبي، شايفين طرية وجميلة، والأطفال ما تحب الحاجات الصغيرة دي، والشكل ما يخلي الأطفال تاكلها. ويعني بصراحة والصينية الكبيرة الاتنين تراي جمال، ما فيش بعد كده. أنا هقلبها من الصينية قلبي يعني، أما شدها بالعافية، يعني شدها غصب من طريينها. اهو شايفين يا حبايبي، بصوا والله يعني جميلة جميلة، تحفة 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 بصراحة. شايفينها أنا بقطعها مثلثات، يعني أنا بمسكها غصب من طريينها، طرية. شايفة بصوا، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. اهو يا حبايبي، دي اللي بالفراخ، اللي بالفراخ واللحمة مع بعض. أنا مش أنا جوعت بصراحة، وأنا واقفة يعني مش مستنية لما أحط التصوير خد وقت، فأنا جحت بدوقها لكم. بس يعني أنا مش بدوق، ده أنا جعانة أساسا. بصوا ها، ما تنسوناش في دعوة حلوة إن شاء الله. واللي يعجبه الفيديو ينزل يحط لي لايك، ويشترك، اللي دخل لسه جديد يشترك في القناة عشان كل اللي ينزل جديد يأتيك إن شاء الله. الإشعارات كده هويتي تجيك. شايفين الصغير جميل ازاي؟ ده انا عمالة امسك في الصغيرين كده، انا عاجبيني بصراحة عشان هم صغنطاطين كده، هويتي وعسلات، جمال جمال. شايفة القعر بتاعها مجمع ومستوي، وفي نفس الوقت طرية طرية، حلاوتها في جمالها وفي طعمها، تحفة 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 تحفة. ومع سلامة الله يا حبايبي، وبألف هنا وشفا على اللي ياكل وعلى اللي يعمل وياكل إن شاء الله بإذن الله. مع سلامة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.